في الاقتصاد، محتاج قوة جبارة جدا عشان يعرف يخترق الترند. وكل ما يكون الترند متوصل بمدة زمنية طويلة يعتبر صعب جدا في اختراقه. حتى هنا برضو هنشوف الترند هنا سنة 2020، هنا 2023، برضو 3 سنين وهو المؤشر حاليا بيحاول يخترق الترند ده. فاحنا هنشوف هل هو هيعرف يخترق الترند ده ولا هيعمل زي ما عمل هنا وهياخد بعضه وينزل تاني. فهي الأيام هي اللي هتبين ايه اللي هيحصل بعدين. بس غالبا احنا لو كنا عايزين نخترق الترند ده، يعني ايه، احنا قاعدين لنا 7 شهور اهو، يعتبر مش عارفين نخترق الترند. يعني 7 شهور واحنا لسه مش عارفين برضو نطلع فوق الترند ده. فبرضو الناس يعني تحذر. وانا يعتبر مش مكان او مش